أنا الدكتورة زينب صلاح سليم، رئيس وحدة القلب في مستشفى 57. احنا هنا في عيادة القلب في مستشفى 57. ده جزء من 29 عيادة متخصصة في المستشفى، ومتخصصين طبعا في الكشف على المرضى اللي هم عندهم كانسر في المستشفى وبياخدوا علاج كيماوي. العيادة احنا عندنا هنا في عيادة القلب بيتم فيها الكشف على المرضى، وفي عندنا موجات صوتية عيادة تانية عبارة عن موجات صوتية بيتم فيها بس مجرد عمل موجات صوتية للقلب للمرضى. المريض احنا عندنا بتبتدي رحلة العلاج بتاعته مع العيادة أول ما بيتشخص إنه هو مريض أورام. لازم بيتعمل له كشف مبدئي بالموجات الصوتية هنا. لازم نطمن إن حالة القلب كويسة، إن مفيش عنده أي تاريخ مرضي لأمراض تخص القلب، ولا أي حد مثلا من الإخوات أو من الأم أو الأب عندهم مرض في عضلة القلب. ليه؟ أهم حاجة إن إحنا بنشوف المريض هل ده مناسب إن هو يبتدي العلاج الكيماوي ولا لأ، وبالتالي بنكتب إن العيان مناسب إن هو يتحول على عيادة الأورام ويبتدي ياخد العلاج بتاعه الكيماوي. طب إحنا بنعمل كده ليه؟ لأن معظم الأدوية بتاعة الكيماوي بتأثر على عضلة القلب، وللأسف إنها أما بتأثر على عضلة القلب معظم الأطفال ما بيشتكوش بأي حاجة إطلاقا، مجرد بس إن احنا بنكتشفها بالموجات الصوتية على القلب. ولذلك لازم يبقى عندنا فيه كشف دوري للمريض.